دلوقتي بتشوفوا الدليل الشامل على قناة أحمد شكشك. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كويسين ومبسوطين؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم احمد شكشك، ودي حلقة جديدة من سلسلة الدليل الشامل، وهي السلسلة اللي هتكون متخصصة في دليل كامل لكل ما يخص التصميم، وحصرية والأول مرة على اليوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن الألوان، والألوان هي من أكتر الحاجات اللي بتحير المصممين، وبيقعوا في أخطاء كارثية بتخلي كل مجهودهم في التصميم يضيع بسبب الألوان. وده بيحصل بسبب الأخطاء دي. رقم واحد، إنه بيستخدم ألوان كتير في التصميم. ورقم اتنين، إن الساتوريشن بتاع اللون بيكون زيادة عن اللزوم. ورقم تلاتة، إن ما بيبقاش فيه تباين كفاية في الألوان مع بعضها. ورقم أربعة، إنه ما بيختارش أصلا الألوان المناسبة لغرض التصميم. وأخيرا رقم خمسة، إن الألوان ما بتبقاش متناسقة مع بعضها، ودي الأغلبية بيقع فيها. طبعا انت سمعت دلوقتي مصطلحات كتيرة في الأخطاء ومش فاهم أصلا هي إيه. عشان كده هننتقل لمصطلحات مهمة عن الألوان، لأنك ما ينفعش تدخل عالم من غير ما تكون عارف لغة العالم ده إيه. بمعنى تاني، إن مجال التصميم هو عبارة عن عالم، والألوان هي جزء من العالم دوت. وللألوان مصطلحات ولغة خاصة لازم كل مصمم يكون عارفها عشان يعرف يتعامل مع الألوان. وأول مصطلح معانا هو الكولر ويل. الكولر ويل هي بكل بساطة عجلة الألوان، وعجلة الألوان هي بتبقى عبارة عن ترتيب دائري في جميع الألوان وجميع درجات الألوان. ودرجات الألوان في العجلة وترتيبها بتتحدد حسب العوامل ديت، اللي هي الهيو والساتوريشن والفاليو. وطبعا انت مش فاهم ايه هما الهيو والساتوريشن والفاليو. ركز معايا كده يا عزيزي المصمم علشان نفهم واحدة واحدة فيهم. الهيو هو الخاصية الرئيسية للون. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم ايه الخاصية الرئيسية للون. الخاصية الرئيسية للون يا عزيزي هي ترجمة لكلمة لون. يعني بكل بساطة اقدر اقول لك ان الهيو هو اللون، زي اللون الاحمر واللون الاخضر والاصفر وهكذا. اما بقى الساتوريشن هو مدى تشبع اللون دوت بالبلدي، يعني اللون ده احمر قوي ولا احمر نص نص. اما بقى الفاليو هو درجة الاضاءة في اللون. والفاليو ده بينقسم لحاجتين، هما التنت والشيد. ركز فيهم. التنت هو الصبغة اللي بنعملها لما نخلط اي لون مع اللون الابيض علشان نفتحه اكتر او ننور اللون ده اكتر. والشيد هو عكس التنت، بس هو برضو الصبغة بنعملها باننا نخلط اي لون مع اللون الاسود علشان نغمق اللون ده اكتر او نطفيه اكتر. والتنت والشيد دول او الفاليو عموما احنا بنستعملهم في عملية الظل والنور لما بنيجي نعمل ظل ونور في التصميم. ولو غيرت اي حاجة من الهيو او الساتوريشن او الفاليو مش هيأثر على التاني. يعني لو غيرت الهيو مش هتأثر على الساتوريشن ولا الفاليو، ولو غيرت الفاليو مش هتأثر على الهيو او الساتوريشن، لان كل حاجة منهم منفصلة عن التانية وملهاش علاقة بالتانية، لان كل حاجة ليها دور مختلف خالص ملوش علاقة بدور التاني. ولو عايز تعرف الادوات بتاعتهم ايه هي في الفوتوشوب وبتستخدمهم ازاي، هتلاقيني شارحها كاملة في الجزء الخامس من كورس الفوتوشوب من الصفر للاحتراف، اللي هيظهر لك في الاي اللي فوق دي، وهسيبه لك تحت في صندوق الوصف. وخد لك برضو بص على الكورس لو حبيت تتعلم الفوتوشوب كامل من الصفر للاحتراف، وهسيب لك رابط الكورس في صندوق الوصف. هنيجي بعد كده لحاجة اسمها النيوترال كولر. تبقى عبارة عن الألوان المحايدة في التصميم، اللي هي هتبقى ألوان مش محسوبة على أي صنف لوني، ولا ألوان باردة ولا ألوان حارة ولا كده خالص. ودي دايما بنستخدمها لموازنة التصميم ونملى بيها الفراغات اللي موجودة في التصميم. ومن النيوترال كولر تعالى بقى كده أخدك لحتة مهمة جدا وفيها حلول كتير جدا لمشاكلك، وهي نظريات الألوان. ودي اللي هتفيدك في حاجات كتيرة جدا وهتحل 3/4 مشاكلك في الألوان. ونظريات الألوان دي هم 5 نظريات، وهم نظرية الألوان المتشابهة، ونظرية الألوان المكملة، ونظرية أحادي اللون، ونظرية الألوان الثلاثية، وأخيرا نظرية الألوان الرباعية. تعالوا بقى كده ناخدهم نظرية بشرح مبسط بدون الدخول في تفاصيل أكاديمية كتيرة ملهاش أي لازمة بالنسبة لك، علشان انت وقتك مهم جدا عندنا. أول حاجة الألوان المتشابهة. ونظرية الألوان المتشابهة دي بتقولك إيه؟ بتقولك إن أي ألوان جنب بعض في عجلة الألوان هتليق مع بعض. يعني أي ألوان، أي 3 ألوان جنب بعض في عجلة الألوان لازقين في بعض كده في عجلة الألوان،
بالشكل دوت هتلاقيهم لايقين مع بعض على طول في التصميم بتاعك، وتصميمك هتطلع الوان متناسقة مع بعضها. اما بقى نظرية الالوان المكملة فدي بتقول ان الالوان اللي قدام بعض في عجلة الالوان دي الوان بتليق مع بعض جدا. يعني اي لونين قدام بعض كده في عجلة الالوان خدهم هما الاتنين واشتغل بيهم في تصميمك، هتلاقيهم بيليقوا مع بعض جدا. وهنيجي بقى بعد كده لنظرية احاد اللون، وديت بتقولك ايه، انت هتختار لون واحد وهتستخدم كل درجات اللون ده في التصميم بتاعك، فيطلع التصميم بتاعك كله لايق على بعضه وشكله حلو وجميل. يعني مثلا اللون الاحمر نختاره ونبدا نلعب بدرجاته بقى، نخلي التصميم نحط فيه احمر غامق واحمر فاتح احمر فاقع وهكذا. كده انت استخدمت نظريه احادي اللون. نيجي بعد كده بقى لنظريه الالوان الثلاثيه، وديت بتقولك انك لو رسمت مثلث متساوي الاضلاع في عجله الالوان، فالالوان اللي هتكون عند رؤوس المثلث دوت، الثلاث الوان اللي عند رؤوسه دول هيليقوا مع بعض جدا، وتقدر تعمل بيهم تصميمك بدون ما تقلق من ان الالوان ما تكونش لايقه مع بعض. واخيرا نظريه الالوان الرباعيه، ودي بتقولك انك لو رسمت مربع في عجله الالوان هتلاقي الالوان اللي عند رؤوس المربع ده كلها بتليق مع بعض، وتقدر تستخدمها مع بعض في انك تعمل تصميم بالوان متناسقه. طيب احنا كده عرفنا مصطلحات الالوان وعرفنا نظريات الالوان، ناقص حاجه كده صغيره بسيطه وهي التباين بتاع الالوان. التباين او زي ما بيقولوها كده الكونتراست بتاع اللون. الكونتراست دوت بيبقى عباره عن ان الالوان لما تركبها على بعض، ومربع مثلا او مثلث على خلفيه ورا، لازم الاتنين يكونوا باينين من بعض وواضحين من بعض، فكده يبقى في تباين في الالوان. دي بكل بساطه تباين الالوان. تعالى بقى كده نرجع للاخطاء اللي احنا عرفناها، الخمس اخطاء اللي كانوا في اول الفيديو، ونبدا نحلهم مع بعض خطا خطا بعد ما عرفنا مصطلحات الالوان ولغه الالوان. واول خطا كان معانا وهو استخدام الوان كتيره في التصميم، وده بكل بساطه عشان تتفاداه استخدم اي نظريه من نظريات الالوان في التصميم بتاعتك من الخمس نظريات اللي احنا قلناهم، اللي هما الالوان المتشابهه او المكمله او احادي اللون او الثلاثيه او الرباعيه. لو استخدمت اي نظريه من دول عمرك ما هتقع في خطا انك بتستخدم الوان كتيره في التصميم ويبقى تصميمك شكله فرح. تاني خطأ معانا وهو ان الساتوريشن بيكون زيادة عن اللزوم في التصميم، فدوت انت هتتجنبه بانك تظبط الساتوريشن بتاعك، وتظبط الساتوريشن كمان على حسب التصميم ومضمون التصميم ايه. فانت لازم تكون فاهم موضوع التصميم ده كويس، هل بيحتاج الوان بساتوريشن عالي ولا لا. وطبعا انا قلت لك عشان تعرف ازاي تظبط الساتوريشن وتستخدم ادوات الساتوريشن كلها في الدرس الخامس في كورس الفوتوشوب اللي انا عامله من الصفر للاحتراف، اللي هتلاقيه في صندوق الوصف تحت. وتالت خطأ معانا وهو ان مفيش تباين كفاية في الالوان، وده بقى هتعالجه ازاي. انت عشان تعرف او تعمل تيست بان الوان التصميم بتاعك فيها تباين كفاية مع بعض ولا لا، هي انك بكل بساطة تروح على الفوتوشوب وتروح على التصميم بتاعك وتعمل عليه ادجستمنت لاير بلاك اند وايت، ولو لقيته واضح من بعضه اذا في تباين في الالوان. لو ما لقيتش في البلاك اند وايت ان الالوان واضحه من بعض وكلها غامقه بس او كلها فاتحه بس، اذا انت لازم تعيد تظبيط الوانك في التصميم بانك تعلي التنت او تقلل الشيد او العكس. يعني تظبط في الفاليو بتاعه الالوان، تظبط في الاضاءه بتاعتها علشان التباين يكون مظبوط عندك في التصميم. رابع خطأ معانا عدم اختيار الوان مناسبة لغرض التصميم، وده معناه انك مثلا لو عندك تصميم اكل ما تروحش تختار ليه اللون الازرق، لان اللون الازرق في الغالب هو بيعبر عن الحاجات الطبية او اللي فيها سلامة للانسان. فلو عندك تصميم اكل يفضل انك بتختار اللون الاحمر او الاصفر، وبتكون الوان الساتوريشن فيها عالي شوية. لذلك عشان انت تتجنب الخطأ ده لازم تروح تبحث عن حاجة اسمها سيكولوجية الألوان وتأثيرها على نفسية الإنسان، ودي تقدر تكتب على جوجل سيكولوجية الألوان وهيجيلك كل لون بيأثر ازاي على نفسية الإنسان وبيستخدم في أغراض ايه. فعلى سبيل المثال هتلاقي دايما مطاعم الأكل بتختار الألوان الحارة زي الأحمر، علشان ده بيخلي الإنسان كده لما بيبص على الأكل بيحس إن هو جعان وعايز ياكل، يصير غرائز الإنسان ناحية الأكل. فانت لازم تدرس كويس سيكولوجية الالوان علشان تتجنب الخطأ بتاع انك ما بتختارش الوان مناسبة لغرض التصميم. واخر خطأ معانا وهو ان الالوان ما بتبقاش متناسقة مع بعضها، وده طبعا هتحله ازاي؟ بانك تستخدم بكل بساطة اي نظرية من نظريات الالوان الخمسة
اللي احنا شرحناهم في الفيديو، هتلاقي نفسك ما بتقعش خالص في الخطأ دوت. وطبعا نصيحة أخيرة، وهي إنك لازم تعمل تغذية بصرية كتير، وتحفظ الألوان اللي بتليق مع بعضها، واحفظ تدريجات مختلفة بتليق مع بعضها، عشان يبقى عندك مكتبة جوه دماغك بالألوان اللي بتليق مع بعض. فهتلاقي نفسك اوتوماتيك بتختار ألوان متناسقة مع بعضها. يعني غذي قريحتك ديت علشان تعرف تختار ألوان متناسقة مع بعض، وده بتعمله بإنك تشوف تعمل تغذية بصرية كتيرة. وأخيرا هوديك شوية مواقع وتطبيقات هتساعدك تختار الألوان صح، وهتوفر لك باليتات ألوان مختلفة، وكمان هتقدر تطبق عليها نظريات الألوان، بإنك مثلا تشوف اللون الرئيسي اللي انت عايزه لتصميمك ايه وتحطه على الموقع ده، وهو هيطبق لك كل نظريات الألوان على اللون ده، وانت اختار الباليتة اللي على حسب النظرية اللي انت عايز تشتغل بيها. وهقول لك على تطبيقات هتساعدك في انك لو اي تصميم عجبتك ألوانه، تقدر بخلال التطبيق ده انك تاخد بيك للالوان بتاعه التصميم ده، وتاخد الكالر باليت بتاعه الالوان في التصميم ده، وتشتغل بيها انت في تصميماتك وتحفظها عندك. ويلا بينا ننتقل للمواقع دي. اول موقع معانا في المواقع المهمه جدا للالوان هو موقع ادوبي كولر. وموقع ادوبي كولر دوت من خلاله بتقدر تختار اي لون انت عايزه من عجله الالوان ديت، وتحرك كده طبقا لنظريات الالوان اللي احنا شرحناها في الفيديو. يبدأ يجيب لك لما تيجي تحرك كده العجلة، هتلاقيه جاب لك تحت من هنا كده الالوان وبأكوادها، ان مجموعة الالوان دي هتليق مع بعض كلها، وتقدر من هنا تغير على حسب النظرية اللي انت عايز تطبقها. يعني ديت الالوان الاحادية، اول واحدة هي الانالوج كولرز، فجايب لي من عجلة الالوان كل الالوان اللي جنب بعض وتليق مع بعض لما بحرك بالشكل دوت. لو جينا مثلا على الالوان الثلاثية، هتلاقي شكل العجلة اتغير معاك بالشكل دوت، وتبدأ تحرك وهو هيبدأ يغير معاك ويجيب لك اختيارات كتيرة للالوان الثلاثية تحت. ممكن على الكومبلمنتري كولر اللي هي الالوان المتكاملة، هتلاقي شكل عجلة الألوان اتغير وطبق لك نظرية الألوان المتكاملة، وتبدأ تطبق بيها وتختار اللون اللي انت عايزه. من هنا النظرية بتختارها اللي انت عايز تطبق عليها، وتبدأ تحرك العجلة عادي ويجيب لك الألوان ويغيرها لك. وممكن كمان لو رحنا على الفوتوشوب وخدنا كود لون وحطيناه هنا في النص ديت بيست كده الكود اللون، ودوسنا انتر، هتلاقيه طبق لك النظرية على اللون ده وجاب لك الألوان اللي تليق معاه وفقا مثلا للكومبلمنتري كولر من هنا. ده كان موقع ادوبي كولر. وتاني موقع هو موقع يو اي جريدينت، وده هتلاقي فيه تدريجات ألوان مختلفة تقدر تعمل بيها الخلفيات بتاعتك، وأكواد التدريجات دي هتلاقيها فوق من هنا، وكمان تقدر تحملها من هنا كصورة جي بي جي. ولو دوست على السهم ده يجيب لك تدريجة تانية بالشكل دوت. ولو جينا عملنا هنا شو اول جريدينتس، هتلاقيه جاب لك تدريجات كتير تقدر تشوفها وتختار التدريجة اللي انت عايزها كده، وهيجيب لك الاكواد بتاعتها فوق وتقدر تحملها من هنا. وتالت موقع هو موقع كولر هانت. وكولر هانت ده هتلاقي فيه باليتات الوان كتير قدامك بالشكل دوت، تقدر تختار الباليتة اللي انت عايز تشتغل بيها في تصميمك، تدوس عليها كده وتبدأ تجيلك الاكواد بتاعت كل لون في الباليتة وتبدأ تلعب بيه. وكمان ممكن بيجيب لك من هنا اكتر الباليتات الشائعة خلال شهر او سنة او كل الوقت. لو دوسنا مثلا على خلال شهر هيجيب لك الباليتات دي اكتر باليتات المصممين استخدموها خلال الشهر دوت. وهنا كمان بيقسم لك لأقسام للباليتات اللي انت عايز تستخدمها. مثلا سكاي هيجيب لك باليتات الوان تنفع تعمل بيها إليستريشن للسما، هتكون الالوان دي كلها لايقه مع بعضها. دول كانوا مواقع مهمين جدا انك تعرفهم علشان هيفيدوك جدا في انك تختار الوان مناسبه لتصاميمك. وفي مع الثلاث مواقع دول تطبيق مهم جدا وهو تطبيق ادوبي كابتشر، وده تقدر من خلاله اي تصميم عجبتك الوانه تاخد له صوره، والتطبيق هيبدا يحدد الالوان المستخدمه في التصميم ده ايه ويجيب لك الاكواد بتاعتها. لو في حاجة مش واضحة سيبها لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليها في اقرب وقت. والاسطمبة بتاعت كل مرة ان لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وشير عشان الكل يستفيد.
ولو حابب تسمعني وتشوف القناة تاني تقدر تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جاية، وخش شوف الفيديوهين دول بالأخص عشان حلوين وبسمسم. وفي النهاية، وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك. سلام.